بيبدأ المسلسل ببنت اسمها يون، وبتكون عايشة حياة زوجية سعيدة مع جوزها، وبيكون مدلعها دايما وبيهتم بيها وبيعمل لها كل اللي نفسها فيه، وبتكون مبسوطة منه علشان هو متقبل الوظيفة بتاعتها. ووظيفتها هي كل فترة بتتجوز واحد شكل لفترة معينة علشان تاخد منهم فلوس وبعدين بتسيبهم، وشايفة ان الجواز هو مشروع شغل مش اكتر، وان كل لما تتجوز اكتر الفلوس هتزيد. وفي يوم كانت بتقابل عميل وبيحكي لها مشاكله، وبيقول لها ان اصحابه دايما بيتنمروا عليه ومحدش بيحترمه ومش لاقي حب ولا حنان، وابوه وامه نفسهم يشوفوه عريس، وبيصعب عليها وبتعمل معاه عقد جواز لفتره معينه. وفعلا تاني يوم بيتجوزوا وبيكونوا مبسوطين خالص في فتره الجواز. وبعد فتره قليله بتنتهي مده العقد، وبتكون هي مقيمه عند واحد صاحبها وبيكون برضه مدير اعمالها. وفي يوم بتكون رايحه تقابل عميل مميز عندها، وبتكون متجوزاه بقالها 5 سنين، وبيكون اسمه جن، وبتكون محدده له ايام معينه يعني تروح له البيت فيها، وبتكون شخصيته غريبه وما بيتكلمش معاها كتير، وده اللي مخلي علاقتها تستمر. وفي الوقت ده بنروح لواحد اسمه جيمي، واللي بيكون ممثل شاطر ومشهور جدا وكل البنات بتحبه. وفي يوم بيكون بيصور فيلم، وبعد ما بيخلص بيروح بيتكلم فيديو كول مع البنت بتاعته، وبتكون اسمها ايمي، وبتكون ما بتحبهوش لكن هو بيحبها. وبيجي وقتها مدير اعمال جيمي وبيساله هو انت عمرك حبيت او اعجبت بحد؟ فبيقول له المره الوحيده اللي شفت بنت وخطفتني من اول نظره كان من 13 سنه. وبيفتكر البنت وبيقول له ان هو نفسه يقابلها باي شكل. وبنرجع تاني لبطلتنا اللي كانت رايحه تحول لحد فلوس، وهي في الطريق بتفتكر لما كانت في قاعه الافراح لما الموظفين شافوها وقالوا لها مش انت كنتي عامله فرحك الاسبوع اللي فات، جايه تعملي فرحك تاني ليه؟ فبتهددهم وبتقول لهم ما يقولوش اللي شافوه ده لحد. وبتروح تحول 30 مليون لواحده اسمها يومي، وبتقول تستمتع بالفلوس دول. وبتفتكر في اللحظه دي زمان لما يومي جابت لها عريس غني وعنده شركات، وعرفته هي في الشغل بسببها. وهي راجعه بترن عليها يومي وبتقول لها انها عايزه تقابلها، فبتروح يون وبتقابلها فعلا، وبتطلب منها انها ما تبعت لهاش فلوس تاني كفايه لحد كده. وبتقول لها انا بسدد لك ديوني علشان ما تبقيش ليكي اي حاجه عندي، لانك انت كنت منقذه حياتي. وبتقول لها خلاص انا بقيت غنيه، وبتسيبها وبتمشي. وبتروح تركب عربيتها وبتفتكر لما كانت بتقابل الشخص اللي هي جايباه لها، وكانت معزومه هناك على العشاء، وهي بوظت اليوم ووقعت كل الاكل في الارض ومشيت. وتاخد العربيه وبتجيلها مكالمه من عميل وبيقول لها تيجي الحضانه بتاعت بنته على اساس انها امها. وبتروح وبتزعق له وبتقول له يعني احنا عاملين العقد ده على اساس ان مراتك ولا الداده اللي جايباها لبنتك؟ وبتروح سايباه وماشيه. وبالليل بتروح تقابل صاحبها في المطعم وبتحكي له، وبتقول له انا مستحمله للعميل ده علشان الفلوس بس. وفي الوقت ده بيكون جيمي هناك في المطعم هو ومدير اعماله، وهما بيتكلموا وبيشوفها بالصدفه فبيتصدم، وبيقول دي البنت اللي كان نفسه يشوفها من 13 سنه. وصاحب يوم برضه اول لما بيشوف جيمي بيقول له ده النجم جيمي معانا هنا. وبتقول لها انت ما تعرفوش ازاي؟ ده ممثل مشهور جدا. وبيسيبها وبيقوم. فبتجيلها مكالمه من جين، فبتستغرب وبترد عليه وبيقول لها عايز اسالك كام سؤال. وبيفضل يسالها اسئله غريبه كده زي بتحب ايه وبتكره ايه، وبيسجل كل ده عنده في الورقه. وبعد ما بيخلص بيقفل معاها وبتقول له ده عبيط ده ولا ايه؟ وبتبص فبتلاقي صاحبها بيتخانق مع مدير اعمال جيمي، فبتروح بسرعه وبتقول جيمي تعالى شوف صاحبك، وبيسيبهم وبيمشي. ويون وصاحبها هما في الطريق بتقول انه بعتك ليه علشان تعرف هو مين كويس، مش علشان تتخانق معاه. وبيقعدوا يتكلموا شويه وبتقول له انها نفسها تتحب بجد، وبيخلصوا الكلام وبيروحوا لبيتهم. وبتقول له انا هحاول انهي العقود مع العملاء وهسافر بره احسن، انا معايا فلوس اللي تعيشني ملكه طول حياتي. وتاني يوم بالليل بتروح يون لجين علشان ده بيكون يومه، بس وهي طالعه في الاسانسير بتشوف مدير اعمال جيمي وبتستغرب وهو بيشوفها، وبيلاقيها لابسه خاتم الجواز، فبيعرف انها متجوزه. وبيطلع شقه جيمي واللي بتكون فوق شقه جين، وبيكلم جيمي وبيعرفه ان شقته قربت تجهز، وبيعرفه ان في العماره دي مفيش حد من السكان غير 2 بس متجوزين. وبنروح ليون اللي كانت قاعده مع جيهان وبيجهز لها الاكل، وطول ما هو بيعمل الاكل كان ساكت، وبتستغرب بتحاول انها تفتح كلام معاه، وبتقول له اكل حلو قوي، بس هو برضه ما بيعملش اي رياكشن. وبتعدي الايام وكل لما بتروح عنده يعمل لها اكل احلى وبيهتم بيها من غير اي كلام. وفي يوم بيروح جين لدكتوره نفسيه علشان تعالجه ويكون اجتماعي ويعرف يكسب حب يون بجد. وتاني يوم بيقابل يون عنده في البيت وبيفضل يتكلم وبيقول لها كلام حلو وبتفرح، وبتقول له اخيرا نتكلم. وهي مروحه في العربيه بتفكر مع نفسها وبتقول انا خايفه ابوظ حياته واكون انا السبب، وبتقرر انها تقول له ينهي علاقتهم. وتاني يوم بيكون عازمها على الغدا عنده في البيت، ولسه بتقول له انا اخدت القرار خلاص، فبيكمل كلام وهو بيقول لها ان احنا نتطلق احسن. وبتتصدم وما بتكونش عارفه ترد عليه. ونروح بقى لجيمي اللي كان في لقاء على التلفزيون، وبيسالوه ان هم عارفين ان هو بيحب واحده اسمها ايمو، وبيسالوه عن تفاصيل عنها، فبيضحك وبيقول لهم دي
شنطتي ومفيش شخص في حياتي أصلا، وبيسألوه إن هو مخبي هوية عيلته ليه، فبيتصدم علشان ما كانش عايز حد يعرف إن هو من عيلة غنية، وبيخلص لقاء وبيروح يركب عربيته. وفي الوقت ده بتكون يون روحت بيتها وقاعدة هي وصاحبها، وبتقوله شكلي مش مسافرة، وبتقوله اللي حصل، وجين قرر يمد عقد الجواز وأنا مرضتش أقوله لأ علشان تزود لي الفلوس. والصبح بتصحى يون من النوم وبتعمل تمارين علشان تحافظ على جسمها. ومن جهة تانية بيروح جيمي لأخوه الشركة وبيقعد معاه وبيقوله مش هتيجي عيد ميلاد أبوك، فبيقوله لأ لأنه لما بيشوفني بيتضايق لأني ابنه غير شرعي. وهما بيتكلموا بيدخل مدير الأعمال وبيعتذر له إن هو جه فجأة، وبيقول له في موضوع مهم وفي واحدة جت علشان تشتغل اسمها يون، وهي كانت شغالة في شركة تانية بس بقالها 10 سنين مش بتشتغل، وبيقول له هاتها في أقرب وقت. وجين أول ما بيسمع الاسم بيقول حاسس إني سمعته قبل كده. وبتكون هي عايشة في بيت بالإيجار وعليها ديون، وبتروح لها صاحبة البيت وبتطلب منها الإيجار، فبتديها شنطة من عندها هدية. والست بتشوف الشنطة وبتفرح وبتنسى تاخد الإيجار وبتمشي، وبتقعد وبتفتكر زمان لما اتطردت من الشغل بسبب يون، وبتقول لها أنا كنت فاكرة إني بعد ما اتطردت هتساعديني. فبتطلع لها يون فيزا وبتديها لها، فبتستغرب وبتقول لها أنت شغالة إيه علشان يبقى معاكي الفلوس دي كلها؟ وبتقول لها مش مهم تعرفي، أهم حاجة إن إحنا ما نتقابلش تاني أبدا. وبتكون يون قاعدة في المطعم باللاب بتاعها وبتشتغل وبتكلم زباينها، وبالصدفة بتكون يومي رايحة هناك علشان تقابل مدير أعمال كيمياء علشان بيقول لها إن رئيس جيم عاوز يقابلها علشان تشتغل في الشركة. وبالصدفة بتشوف يوم من بعيد. وبعد كده بنروح لجين واللي بيكون في الشغل ومروح بيته، وبيقابل واحد وبيقول له انت ابني مش كويس، ازاي بقالك المدة دي كلها ما كلمتش امك؟ وجين بيقول له انت مين؟ وبعدين انا ما عنديش عيلة، وسابه ومشي. وبيكون باين عليه ان هو متضايق. وفي الوقت ده بتكون يون روحت البيت وبيكون ده يوم اجازتها، وبنشوفها هي وصاحبها وهم قاعدين بياكلوا، وبتقول انها نفسها تسافر وده حلم حياتها انها تعيش وترتب باللي هي عايزاه، وبتفضل تتكلم بالانجليزي وبتتخيل نفسها انها سافرت وبترقص. وبيكون جيمي راح شقته الجديده وبيتفرج عليها وبيكلم مدير اعماله وبيقول له ما تنساش تخلي بالك منها وتجيبها لي بكره. وبيقفل معاه وبنروح لجين في بيته وبيكون شاف جثه شخص مات، وفجاه بيجيله مكالمه ان في شخص وصل وبيحط السكينه على الصوره وبيمشي. وبنروح ليون اللي كانت راكبه العربيه ورايحه لجين وبتكلم صاحبها في الطريق وبتكون متضايقه من جين وبتقفل معاه. واول لما بتوصل بتلاقي جيم واقف في الشارع وبتروح تركن عربيتها، وبيكون جيمي جايب قطته وحاططها في بوكس علشان يطلعها بيته. وبيشوفوا جين وبيستغرب ايه اللي في البوكس ده، فبيروح ياخد البوكس منه وبيفتكروا الطرد اللي هو طالبه، فالبوكس بيقع في الارض وبتكون القطه هي اللي جواه وما بتكونش طايقه جين. ولما الطرد بتاع جين بيجي بيضطر هنا جيمي ان هو يشيله ويطلعه لفوق علشان القطه دلوقتي مع جين. ونرجع تاني ليون اللي بتكون ركنت عربيتها وطلعت في الاسانسير وبتفتحه وبتلاقي جين وجيم قدامهم، فجيمي بيشوفها وبتصدم وبيركبوا الاسانسير وبيحكي لها جين اللي حصل. وبيبص جيمي في ايديها وبيلاقيها لابسه خاتم، فبيتضايق وبيعرفها على نفسه وبيقول لها ان هو ساكن في الدور اللي تحتهم علشان لو احتاجت حاجه، وبيقول لها هو انت فاكراني؟ فبتغير الموضوع وبتخرج من الاسانسير وبتمشي. وبيطلع جون يوصل القطه، فجيمي بيفضل يساله اسئله كتير عن حياته هو ويون وبيعرف منه كل حاجه. وبيروح شقته وبيقعد هو ويون وبيعملوا اكل، وبيكون جيمي قاعد وبيفتكر اول نظره حب ليه واللي كانت ليون زمان، بس مستغرب هي ازاي متجوزه رغم انها كانت رافضه فكره الجواز. وبيقوم ياخد هدومه اللي مش عايزها علشان يرميها وبيركب الاسانسير، وفجاه بتركب معاه يون، واول لما بيشوفها بيتبسط وبيستغرب علشان ما بتكونش لابسه خاتم الجواز، وبيستغرب برضه هي رايحه فين السعادي. وبينزل من الاسانسير وبيروح يرمي هدومه وبيلاقي عربيه جايه تاخدها، فبيستغرب وبياخدها صاحبها وبيروح الديسكو وبيرقصوا، وبيجي حد بيضايقها فبتضربه، فبيجي جين في الوقت ده وبيضربه، فبتتصدم وبتقول ايه اللي جابه هنا ده، وبيمسك ايديها بالعافيه وبياخدها ويروحها. وتاني يوم الصبح صاحب يون بيصحيها وبتقول له حاسه اني وقعت في حب جين. وبنروح لكيم اللي بيقابل يون وبيشكرها انها جت وقابلته، فبتفتكر اللي حصل زمان وبتلمح له وبتقول له انا اول مره اشوفك وسمعت ان عندك خبره في المجال اللي احنا فيه. وبنروح تاني لجيمي واللي كان قاعد وسمع صوت غريب على السلم، فطلع يجري يشوف فيه ايه، فبيلاقي حد ماسك سكينه، واول لما بيشوفه بيجري. وبيكون جيمي مرعوب وبيروح جيمي ويشوف مين كان ماسك السكينه وبيعمل بيها ايه، فبيلاقي صور جريمه قتل.
الأكل، وبيترعب أكتر وبيطلع على شقته بعد شوية وجرس الباب بيرن، فبيكون خايف يكون الشخص اللي شافه، لكن بيطلع مدير أعماله فبيدخله علشان في جلسة تصوير. وهما في الطريق بقى جيمي بيحكي له وبيقول له إن هو شاف حبه الأول، وكمان بيحكي له على الشخص المجرم اللي في العمارة. وبعد ما بيخلص جيمي شغله وبيرجع العمارة وبيشوف يون طالعة فوق، بيقوم جري عليها فبتتخض وبيقول لها جوزك شغال إيه علشان شفته بيعمل حاجة مش طبيعية وشكله مجنون، وبتقول له مالكش دعوة بيا ولا بجوزي، وبتسيبه وبتطلع لجين وهما بياكلوا بتسأله انت شغال ايه، بس مش بيرضى يقول لها وبيكمل اكل. وبعد ما بيخلصوا اكل بتكون يون مروحة وبتقول له عايزة اقولك انك افضل زوج ليا من كل اللي اتجوزتهم، فبيقول لها وانتي احسن زوجة، وبتفرح وبتمشي. وبعد كام يوم بتكون رايحة لجين وبتقابل جيمي اللي بيوقفها وبيقول لها ان جوزها خطير وان هو شافه ماسك سكينة، وبيفضل يزعق قدام بيت جين. وبيخرج جين وبينادي عليها، فجيمي بيسأل جين وبيقول له انا شفتك ماسك صورة واحدة مقتولة، انت مجرم؟ وبيقول له انا شغال قاضي في محكمة الأسرة ومهمتي ان انا ادور على المجرمين، وبيقول له ما تتدخلش في حياتنا تاني. وبيدخل جوه وبتطلع يون وبيعتذر لها جين. وبعد ما بتخلص الاكل بتقول له ده اخر عشاء لينا اتمنى يعجبك. وجين بيقول لها هو انت مسافرة ليه؟ فبتقول له اصل نفسي ارتبط بحد ونخرج خروجات رومانسية، وكل اللي اتجوزتهم بيكون الجواز عقد بس مش اكتر. وبتسأله بتقول له هو انت بتحب حد؟ فبيقول لها لا. وبتقول له طيب انت ايه مواصفات فتاة احلامك؟ فبيقول لها تكون مش بتحط ميك اب. وبيقول لها وانت ايه مواصفات فتى احلامك؟ فبتقول له ان هو يتقبلني من غير مكياج. وبيفضلوا يهزروا والوقت بيعدي بسرعة وبتمشي. واول لما بتوصل بيتها بالعربية بيكون في شخص بيراقبها وبيصورها. وتاني يوم بتروح يون تعمل شوبينج، وبعد ما بتخلص بتلاقي عميل كانت عاملة معاه عقد قبل كده بيقول لها ده جوزك الجديد ولا ايه؟ فبتتضايق وبتسيبه وبتمشي. فصاحبها بيقول لها عملتي كده ليه؟ فبتقول له انا فاهمة كل حاجة. وبالليل بقى بيكون جيمي بيحلم بكابوس، فبيصحى وبيروح علشان يشرب مية بيلاقي حد بيفتش في حاجته، فبيتخض وبيفتح النور وبتطلع امه وبيقول لها دخلتي البيت ازاي؟ فبتقول له صاحبك عارف باسورد الباب ودخلني. وبتقول له انت لازم ترجع البيت. فبيسيبها وبيخرج لصاحبه وبياخد امه وبيمشيها. وتاني يوم الصبح بتصحى يون وبتكون مبسوطه انها خلاص ما عندهاش مواعيد، فبتقوم وبتقرر انها تتبرع بكل خواتم الجواز اللي هي اشترتها. فبتجمعهم كلهم وبتيجي عند خاتم جن وما بترضاش تتبرع بيه، وبتقرر تروح له بحجه انها تجيب ورقه الطلاق. وبتروح تكتب ورقه الطلاق علشان تديها له. بالليل بتكون راجعه هي وصاحبها بالعربيه، فبيقول لها ان هو رايح مشوار، فبتضطر انها تروح لوحدها مشي. ولما كانت في الطريق الدنيا بتشتي عليها، بس بيظهر الشخص اللي بيطاردها وماسك سكينه ولابس خوذه وبيقرب منها وبيهددها وبيقول لها امشي. فبتخاف منه وبتسمع كلامه فبتقف وبتساله انت مين؟ وبيقول لها انت مش فاكراني؟ وبتحاول تفتكر كل الرجاله اللي اتجوزتهم لكن ما بتعرفش تحدد هو مين. فبتقوم وبتحاول تهرب بس هو بيفضل يضرب فيها، وبيكون خلاص ماسك السكينه وبيقرب منها. بس هنا بيوصل جيمي في الوقت المناسب وبيقدر هو ينقذها. والشخص اللي بيطاردها ده بيطلع يجري وبتشكر جيمي على اللي هو عمله، فبيلاقيها متعوره وبتضطر ان هو ياخدها لبيته علشان هدومها مبلوله. فبتروح بيته وبتطلب منه شميس طويل فبتاخد راحتها كمان في البيت. وبعد ما بتغير هدومها بتطلب من جيمي ان هو يحط لها مرهم في الجرح اللي هو في كتفها، وبيكون هو مبسوط. وبيسالها هو فين جوزك؟ وبتفهمه كل حاجه هنا وان هو مجرد شغل وانا مش متجوزه. وهو بيكون مش مصدق وفرحان جدا. ولما بتكون ماشيه بيقول لها ان هو شافها زمان وعارفها، فبتفتكره هي كمان وبتفضل تعطس علشان عندها حساسيه من القطط. وفي الوقت ده بيكون جين بيرمي الزباله، فبيقابل الامن وبيقولوا له ان مراتك راحت عند جيمي وكان باين عليها انها حالتها صعبه. وبيتضايق جين وبيطلع على شقته وبيجيب ورقه الطلاق علشان يروح ويقابلها. وهو طلع في الاسانسير بيلاقيها في وشه وهما الاتنين ماسكين ورقه الطلاق وراحت تديها له. وبيقول لها ينفع تيجي تشربي معايا شاي؟ فبتقول له لا، ما تيجي تتمشى معايا احسن. وبيروحوا يتمشوا وبعدها بيروحوا ياكلوا. وبتحكي له على الشخص اللي بيطاردها، فبتستنى منه ان هو يساعدها بس هو مش بيقول لها اي حاجه. وبتعرفوا انها كده كده مسافره وبتشكره على الاكل وبتتضايق وبتسيبه وبتمشي. وبيخرج وراها فبتقول له لازم ننهي العلاقه دي. وبيجي صاحبها وبياخدها وبيروحها. وتاني يوم بتصحى من النوم بس مش بترضى وبتفتح ورقه الطلاق وبيكون عامل لها هديه وحاطط لها دعوه على الحفله وعازمها فيها. وبتكلمه وبتكون مبسوطه وبتقول له شكرا على الحفله. وبيقول لها انا بس حبيت اديكي هديه قبل ما تسافري. وبيكون بقى جيمي في الشغل وبيجي له خبر وحش وان في اشاعات عنه بتقول ان هو شخص ملوش في البنات لانه لحد دلوقتي ما ارتبطش. وبيتضايق وما بيكونش عارف يعمل ايه. وبنرجع تاني ليون واللي بتكون رايحه الحفله. واول لما بتوصل بتلاقي جين هناك وبتتبسط وبتقول له يلا روح استمتع بالحفله. وبتسيبه وبتروح هي القاعه اللي هي فيها
الحفلة، بس بتتفاجئ إن هو مش حاجز لها مكان جنبه، وبتقوله مش مهم، المهم إن هو يتبسط، واتبسط فعلا من الحفلة. وبعد ما بتخلص بيروح جين وبيقابل صاحبه ومراته، فبيقولوا له انت كنت واخد تذكرة كمان لمراتك، هي فين؟ فبيتصدم وبيقول لهم مفيش حد جه معايا، ولسه بيكمل كلام. وبتوصل يون بتقول له انت ما كنتش قاعد جنبي ليه في الحفلة؟ فبيستغربوا لما بيسألوهم مين دي، بيقول لهم دي مراتي يون. وبتفضل تضحك وبتمثل عليهم بانها مراته علشان ما بتكونش فاهمة حاجة، وبتفضل ماسكة ايده لحد ما بتوصلهم بره وبيمشوا. وبياخدها جين وبيروحوا يتمشوا شوية ويتكلموا، وفجأة بيجي الموتوسيكل وبيكون هيخبطها، وبيفتكر جين الشخص اللي بيطاردها فبيمسكها بسرعة، وبيقف هو قدام الموتوسيكل. وجين بيقول لها ما تنهيش عقد الطلاق الايام دي علشان انا بحاول اوصل للشخص اللي بيطاردك، وبتوافق وبتقول له ما فيش مشكلة وبيتبسط خالص. وبعدين بيروحها البيت، وتاني يوم الصبح بتكون يوم بتجهز الفطار، وبيكون جين قاعد على النت وبيشوف اخبار ان الممثل جيمي ملوش في البنات، وبيستغرب وبيقول ليون، وبتقول له احنا ملناش دعوة. وبنروح بعدها ليومي اللي بتقابل العملاء وبتقنعهم بالشغل وبتكون ناجحة جدا. وبتيجي ليون مكالمة من عميل كانت عاملة معاه عقد قبل كده، وبتعتذر له وبتقول له هي بطلت شغل، وبيقول لها ان هو محتاجها جنبه علشان امه توفت وبيصعب عليها، وبتروح العزا وبتقعد معاه، وبتكون حالته النفسية وحشة، وبتقعد تتكلم معاه وبعدها بتمشي. وبتكون هي في العربية ومروحة، وبتجيلها مكالمة من يومي وبتكون عايزة تقابلها، فبتقول لها انها مش فاضية وبتقفل معاها. وبتروح تقعد مع جين علشان ياكلوا، وبيقول لها عايز اطلب منك طلب، عايز اكون شخص اجتماعي، وبتقول له بس ده هياخد مننا وقت، وبتجرب معاه. وبيجي لها مكالمة وبتنقذها منه، وبيكون من صاحبها وبيقول لها تشوف الاخبار بسرعة. وبتعرف ان يومي عملت صفقة ب15 مليون واتنصب على العملاء، وخدت هي الفلوس وقسمتها بالنص بينها وبين الشركة، ودلوقتي اتقبض عليها. فبتتصدم يون وما بتكونش عارفة تعمل ايه، وجين بيقول لها انت عارفاها؟ بتقول اه. وفي الوقت ده بيكون جيمي بيعمل جلسة تصوير، وبعد ما بيخلص بيكون المعجبين مستنيينه بره ومعاهم هدايا كتير، وهو بياخدهم. وبيشوف شخص لابس خوذة كده، فبيركب العربية وبيكون بيفكر مين ده، وبيجي مدير اعمالهم وبيقول له ان هو لازم يروح الشركة حالا. وهو في الطريق بيسمع الاخبار وبيعرف اللي حصل مع يومي. وبنروح ليون اللي قررت تزور يومي في السجن، وبتفتكر لما كانت زمان عايشة في الملجأ وهي اخدتها وربتها وعلمتها كل حاجة، بس كانت اغلب الوقت قاسية معاها، وبتقول لها انا هساعدك علشان عملت معايا كل ده. وتاني يوم بيروح جيمي بيت اهله وبيزعق والده معاه، وبيقول له انت لازم تتجوز علشان الاشاعات اللي طلعت عليك. وبتكون يون وقتها راكبة العربية، وبيجي لها مكالمة من جين علشان يعزمها على الاكل، وبتقول له ان حالتها النفسية مش كويسة. وبتروح البيت وهي قدام بيتها بيكون جيمي مستنيها، فبيروح لها وبيعتذر لها وبيلبسها طرحة ونضارة، وبيروح للصحفيين بيقول لهم ان هو بيحب واحدة وبيعرفهم عليها. وبيكون كل الكاميرات بتصورهم وظاهرين على كل وسائل التواصل بالصدفة. وبيكون جين بيتعشى مع صاحبه وبيشوفها، وبيفتكر لما كلمها وقالت له انها عايزة تكون لوحدها، وبيفهم الموضوع غلط وانها كدبت عليه. وبياخد جيمي يون في بيته وبتزعق معاه، وبتقول له انت عملت كده ليه؟ فبيقول لها احنا لازم نعمل عقد جواز، وبيعتذر لها عن اللي هو عمله، وبيقول لها انا عايز اعمل العقد ده علشان عيلتي مش علشاني. فبتسيبه وبتكون ماشية، فبيديلها مفتاح وبيقول لها ده بتاع الموتوسيكل، وفي صحفيين كلهم تحت وعايزين يتعرفوا عليكي. فبتروح الجراج فعلا وبتلبس لبس موجود هناك، وبتلبس الخوذة وبتعدي من قدام الصحفيين ومحدش بيعرف انها هي. وبتروح البيت وبتكون قاعدة، واول لما بيطلع صاحبها بيشوف حد لابس اسود وبيتخض، فبتقلع الخوذة وبيقول لها عاملة في نفسك كده ليه؟ فبتحكي له اللي حصل كله. وتاني يوم بتروح جين الشغل وبيسمع الموظفين وهم بيتكلموا عن اخبار الممثل جيمي، ويقولوا ان هو اخيرا اعترف للبنت اللي بيحبها بحبه، وبيتضايق وبيدخل المكتب بتاعه. وبنروح بعدها ليون اللي بتكون أجرت عربية وواقفة قدام السجن مستنية يومي تخرج، بس بتجيلها مكالمة من جيمي وبيعرفها انه هيستناها النهاردة الساعة 7 علشان الشغل اللي اتفقوا عليه. فبتتضايق وبتقفل معاه. واول لما بتخرج يومي من السجن بتاخدها وبتركبها عربيتها وبتاخد منها عنوانها، وبيروحوا للبيت اللي متأجر، وبتاخد حاجتها من هناك كلها وبتروح تعيش عند يون. واول لما بتشوف صاحب يون بتقول لها مين ده؟ فبتقول لها يون ان هو جوزها، فبتتصدم. ويوم بتاخد صاحبها وبينزلوا وبتحكي له اللي جيمي عمله، وان هو عاوز يعمل عقد معاها، بس هي حاسه ان جين بيحبها ومهتم بيها وخايفه ان هو يتضايق. فبتقرر تلبس الخوذه وتروح علشان تقابل جيمي. وهي قدام العماره بيلمح جين شخص لابس خوذه سودا، فبيفتكروا الشخص اللي بيطارد يون. فبيروح يركب الاسانسير وبيفتح الباب وبيلاقيها قدامه، واول لما بيشوفها بيفضل يضرب فيها. ويون بتقوم بسرعه وبتكون هتجري، فبيمسكها وبيرفع الخوذه، بس بيلاقيها هي فبيتصدم وبيسيبها وبيمشي. وبتطلع تقابل جيمي وبتقول له جيمي يلا نتفق على الشغل، بس عندي شروط. اولا محدش يعرف شخصيتي الحقيقيه، وثانيا ليك 3 ايام في الاسبوع بس، وثالثا انا اللي حدد اخد منك كام.
وبعد كده بتكون يون عند جيمي وبيكون حابس قطته في قفص علشان عارف ان يون عندها حساسية منهم، وبتقضي يون اليوم معاه وبعدها بتروح تركب عربيتها وبتمشي وبياخد باله جين ان يون كانت عند جيمي وبيتضايق. وفي الوقت ده بقى يون بتقرر تروح رحلة للجبل، فصاحبها بيكون عايز يروح معاها لكن هي ما بتوافقش وبتقول له عايزة تروح لوحدها، ولسه بتفتح الباب بتلاقي جين في وشها وبيقول لها انت ما جيتيش الشغل ليه؟ انا كنت مستنيكي. وبتاخده وبيروحوا الجبل سوا وبتقول له انا بالنسبة لي عقد الجواز انتهى خلاص، وبيقول لها ان هو عايز يجدد العقد تاني وبيقول لها فكري، وبتسيبه بتكمل رحلتها للجبل. وتاني يوم بتروح له البيت وبتقول له انا فكرت في الموضوع وقررت امدلك العقد، بس انت وجيمي كل واحد له يوم. وبتقرر ان هما يتقابلوا على السلم علشان محدش يتضايق ان هي قاعده عند التاني، وبتتفق معاهم انها هتقابل كل واحد 3 ايام في الاسبوع، وان في يوم بتاعها ومحدش ياخده، وان العقد بتاعهم مدته 3 شهور بس بيفضل هما الاتنين بيتخانقوا على الايام. وتاني يوم بيروح جين لجيمي وبياخد القطه وبيمشي، وبنعرف ان هما اتفقوا ان ايام جيمي هتكون مقابل ان جين ياخد القطه، وجيمي بيكون مستغرب ان القطه راحت عنده عادي بسهوله، فبيتضايق وبيكون خارج وبيشوف يون داخله لجيمي وبيتضايق هو كمان. وبتدخل بيت جيمي وبتقعد طول اليوم معاه وهم قاعدين بيلعبوا شطرنج. جيمي بيسألها انت جددتي ليه العقد معاه تاني؟ فبتقوله علشان حاسه ان هو بيحبني. وبتخلص اللعبه وبتمشي وبيروح جيم ياخد قطته. وتاني يوم بتروح يون تتمشى فبتلاقي كرافتة شكلها حلو فبتعجبها وبتقول لها انها تكون لايقه على جين. وبعد شويه بيعدي جيم بالصدفه وبيشوف نفس الكرافتة وبيعجب بيها وبيفتكر كلام يون وهي بتقوله انها بتحب اللون الازرق عليه، فبيروح يشتريها. وتاني يوم بتروح يون عند جين في البيت عشان تديله الهديه، فبياخد رأيها في الجرافطة اللي جابها فبتلاقي انهم نفس الهدية بتاعتها فما بترضاش تديها له. وهي مروحة بيكون جيمي مستنيها، واول لما بيشوفها بيعمل نفسه متفاجئ ان هو شافها، وبتديله الجرافطة وبتقول له خد دي هدية مني، وبتمشي وهو طبعا بيكون مبسوط. وتاني يوم بيروح جين الشغل بالجرافطة الزرقاء وبيروح يطلب من الموظفة شاي، وبيلاقيها بتتفرج على لايف لجيمي وهو بيوري للمعجبين الجرافطة الزرقاء اللي حبيبته جابتها له، وبيتصدم والموظفة بتقول له ايه ده انت لابس نفس الجرافطة بالظبط، فبيزعق لها وبيقول لها روحي شوفي شغلك. وبيدخل مكتبه وبيكلم يون وبيطلب منها انها تقابله ضروري، وبتستغرب بس بتوافق وبتروح تقابله. وبيركبوا العربيه وهم في الطريق بيجي لهم مكالمه من جيمي وبيقول لها ان هو عاوز يقابلها علشان يحتفلوا هما الاثنين بالانجاز اللي هو عمله، وبتقول له انها مش فاضيه دلوقتي وبتقفل معاه. فجين بيقول لها ده جيمي، بتقول له اه، وبيفتكر الهديه اللي هي اديتها له وبيتضايق، وبتطلب منه ان هما يروحوا يتكلموا شويه في بيته. فبيجيب لها هناك عصير وبتشرب شويه وبتبص من الشباك والدنيا كانت بتشتي. ولما بترجع تبص على جين بتلاقيه نام فبتسيبه وبتمشي، بس بتكون مبسوطة. وتاني يوم الصبح بتكون في بيتها وبتجهز الفطار وبتروح تاكل مع يومي وهم بياكلوا. يومي بتقول لها مش حاسة انك كنتي السبب زمان ان انا اترفدت من شغلي، وبتفضل تلوم فيها. فبتتعصب يون وبتروح سايباها وماشية، وبتروح لجين وبتقول له انت مش فاكر حاجة من اخر مرة؟ فبيبتسم كده وبيقول لها فاكر بس كنت متوتر وما كنتش عارف اعمل ايه، وبتضحك وبيكون نازل يوصلها. ويون بتقول له انا قررت اسيب مشاعري، وهو بيفرح بكلامها. وفي الوقت ده جيم بيكلم صاحب يون وبيروح له وبيطلب منه ان هو يشتغل معاه علشان كان شجاع معاه اخر مره وضرب الناس اللي بيضايقوه. فبيقول له مش هينفع اشتغل معاك لاني مش فاضي، وبيوري له جيمي الفلوس اللي هياخدها. فبيقول له جيمي ان هو هيفكر وبيسيبه وبيروح لبيته. وبيروح البيت وبيكلم يون وبيقول لها تيجي النهارده، وبيدخل ياخد شاور. ولما بيخرج بيلاقي امه ومدير اعماله واخوه، فبيقول له اخوه انت لازم تيجي معانا، وبعدين انت ما عرفتناش على حبيبتك ولا حتى قلت لنا هي مين. وبيقول لهم احنا مرتبطين بس مش هنتجوز، وبيزعلوا وبيقولوا له ازاي، وبيروح سايبهم وماشي. وبعد شويه بتروح يون البيت وجيمي وبترن الجرس لكن محدش بيرد، وبتستغرب وبتمشي. وبيكون جيمي قاعد جوه ومخنوق. وتاني يوم جين بياخد يون وبيروح هو وصاحبه يلعبوا جولف، وكلهم بيكونوا مبسوطين بيها. وبعد ما بيخلصوا بيروح جين وبيوصلها للكافيه، وبيجي لها مكالمه من جيمي وبيعتذر لها عن المره اللي فاتت، وبيكون صوته حزين وبيقفل. وبعد شويه وهي قاعده بتشتغل بيجي موظفين من شركه تانية وبيقولوا لها الرئيس عايز يرجعك، وبتستغرب وبتقول لهم مش راجعه، انا عايشه حياتي ومرتاحه. فبيقولوا لها لو ما رجعتيش نصيحه مني تسافري بره، وبيروحوا سايبينها وماشيين. في الوقت ده بتكون ام جيمي رايحه لجيمي البيت وبتزعق له وبتقول له ايه اللي انت عملته في نفسك ده، وبتقعد تتكلم عن يون بطريقه وحشه، وبيقول لها بعد اذنك اطلعي بره. فبتمشي، واول لما بتنزل بتشوفها قدامها وبيكون منظرها بيضحك، فبتطلب منها ان هما يشربوا شاي. وبتعرف يون انها ام جيمي علشان شافتها قبل كده زمان، بس هي ما بتكونش عارفه ان هي فعلا البنت بتاعت زمان.
وبيروحوا فعلا المطعم وبيشربوا شاي. وبعد ما بيخلصوا بتقول لها مامة جيمي لو عايزة تمشي عادي، فبتستغرب يون وبتمشي وبتروح لجين وبيقول لها انت فعلا عايزة تسافري فرنسا، وبيبان عليه ان هو متضايق. فبتقول له الموضوع ده كان زمان بس بدأت افكر تاني، بس انت لو مش عايزني اسافر مش هسافر. ونروح بقى لأم جيمي اللي بترن عليه وبيقول لها لو عرفتي انك قابلتيها تاني هتخسريني، وبيقفل. وبنرجع لجين اللي كان رايح يوصل يون، بس وهم راكبين الاسانسير بتقول له النهارده هنام مرتاحه وانا مبسوطه بسببك. ولما بتكون رايحه تركب عربيتها بتبص بتلاقي جيمي وبيكون تعبان وهيغمى عليه، وبتجري عليه وبتقول له مالك، فبيعتذر لها انه مش هيقابلها وبيطلب منها توصله الشغل. ولما بتوصله بتلاقيه سخن وبيغمى عليه، فبتخلي بالها منه وبتروحه البيت وبتفضل معاه لحد لما يخف. واول لما بيفوق بيلاقيها نايمه على الترابيزه جنبه وبيشكرها وبيقول لها هو انت عارفه عيلتي؟ فبتقول له ابوك كان متجوز واحده وبعد ما ماتت اتجوز امك وانت ابنها الوحيد. فبتقول له انسى الماضي وخليك مبسوط وعايش اللحظه. فبيقول لها انا ببقى مبسوط وانا بتكلم معاكي. وبنسيبهم وبنروح لجين في الشغل وبيشوف اخبار عن جيمي وهو ويون وبيتضايق. وبنرجع ليون واللي بتكون بتتمشى وبتفكر في جين ومستغربه ان هو ما كلمهاش، فبترن عليه واول لما بيتكلموا بيقول لها شفت الاخبار اللي لسه نازله وشكلك نمتي فعلا مبسوطه. وبتقول له كل اللي حصل، فبيقول لها خلاص انا فهمت. وبتقول له هجيلك بكره، وبيقول لها لا انا هاجي اخدك دلوقتي. فبتروح علشان تعرف جيمي انها هتمشي وبتلاقي واقف مع واحده. واول لما بيشوف يون بيجري وبيقول للبنت اللي واقفه معاها دي يون اللي هتجوزها. واول لما بيجي جين بتشاور عليه وبتقول له وانا كنت متجوزه الراجل اللي هناك ده. وبيجي جين وبياخد يون وبيمشوا وهم في العربيه. بيحكي لها وبيقول لها ان هو اتجوزها زمان واتطلقوا بعد 7 سنين. وبتقول له اول مره اعرف عنك ده، بس كويس ان انا عرفت. وبعدها بتسيبه وبتمشي وبيروح هو البيت وبيرن على صديقته وبيقول لها عايزه اقابلك ضروري. وبيروح لها وبيحكي لها عن حياته ان هو اتجوز قبل كده وطلق مراته وفضل فتره كبيره ما فيش حد في حياته لحد ما يون دخلت حياته وحبها، بس لحد دلوقتي مش قادر يعترف لها بحبه. وهو كمان حاسس ان في مشاعر ناحيتها اتجاهه وبيحكي لها كل المواقف الحلوه اللي بينهم. وبتكون يون عماله بتفكر فيه، بس فجاه بيروح لها جيمي وبتقول له انت عرفت مكاني ازاي؟ وبيقول لها دي اسرار. وبيقعد معاها وبيفضل يهزر. وبالصدفه بيكون جين معدي وبيشوفهم وبيكون سكران وبيضرب جيمي علشان بيفتكروا شخص بيضايق يون. ويون بتسلك ما بينهم وفجاه بتلاقي جين نام على الارض. والتاني يوم الصبح بيروحوا هما التلاته وبيوصلوا يون بيتها وبيرجعوا هما الاتنين. وبنروح بقى ليومي اللي بتسأل صاحبها عن يون وبتقول له هي من امبارح فين؟ وبيقول لها ان هو ما يعرفش حاجه. فبتقول له امال انت جوزها ازاي؟ فبيكلم يون علشان شكله ما يكونش وحش قدامها وبيعرف انها قدام البيت. وبتفضل تضغط عليه فبيعترف لها ان هم اصحاب مش اكتر. فبتسيبه وبتمشي. وبتكون مرات جين القديمه عند جيمي وبتمضي معاها عقد شغل جديد وهي هتكون المحاميه الشخصيه بتاعته. وبتعرف ان جوزها ساكن في الشقه اللي فوق جيمي. وهي نازله بتقابل جين بالصدفه في الاسانسير وبتقول له انها بقت شغاله عند جيمي، فبيسيبها وبيمشي. وبتروح وراه وبتقول له اسمعني بس. وفي الوقت ده بتكون يون رايحه لجيمي وبتشوفهم بالصدفه واقفين مع بعض. وبيكون جيم بيقول لمراته يبعد عنها علشان انا متجوز. وبتقول له اتجوزت من امتى؟ وبيقول لها بقالي 5 سنين. وبتقول له انها اتجوزت 12 مره قبل كده وانه شغلها هو الجوايز. فبتسمع يون الكلام ده وبتتضايق وبتكلم جيمي وبتعتذر له وبتقول له مش هتعرف تروح له النهارده. وبتكون يومي عرفت ان يوم مرتبطه بجيمي وعرفت من اللبس اللي كانت لابساه. واول لما بتروح يوم بتقول لها يومي انها عرفت الحقيقه وان صاحبها ده مش جوزها. ويون بتقول لها دي حاجه ما تخصكيش وبتسيبها وبتدخل جوه. وتاني يوم بيروح جين لعيلته وبيكونوا جايبين له عروسه غنيه، فبيزعق معاهم وبيقول لهم محدش يتدخل في حياتي الشخصيه وبيروح سايبهم وماشي. وبالليل بتروح يون تقابل جين وبيكونوا متضايقين من بعض، فبيفضلوا يتخانقوا شويه لحد لما بيتصرفوا في الاخر وبيقولوا كل اللي جواهم. وبعد كده بيوصل يون لبيتها وبتكون رايحه تنام، فبتكلم جين وبتشكره على اليوم ده. وبعد ما بيقفلوا بيبعت لها رساله وبيقول لها هقابلك بكره بعد الشغل، وهي بتكون مبسوطه. وتاني يوم بتصحى وبتلاقي يومي هي اللي محضره الفطار وبتستغرب جدا. وبنسيبهم وبنروح لجين اللي في الشغل بتاعه بيكون مبسوط وبيضحك في كل اللي في الشركه بيستغربوا. وبعد كده بتروح يومي للشركه تاني وبتقول للرئيس ان يون مرتبطه بجيمي، فبيقول دي فرصه لشركتنا وبيكون عاوز يرجع يون البيت تاني علشان الفلوس. وبنروح ليون وبتكون رايحه لجيمي وبتلاقي هناك مرات جين. وبعد ما بتمشي بتبدا يون تتكلم مع جيمي وبتعرفه انها مش معجبه بيه وبتقول له انها ارتبطت بجين وان هما لازم يتطلقوا. فجيمي بيتصدم اول لما بيعرف وبيقول لها اديني شويه وقت. وبعد كده بنروح لجين وبيكون جايب لها هدوم هديه وبتروح تلبسها وبيكون شكلها حلو قوي. وبيطلب من جين انها تعلمه ازاي يلعب جولف لحد ما يكون خبير فيها. وهم خارجين بيقابل جين صاحبه وبيروحوا يتعشوا وبيكونوا مبسوطين. وبتقول لهم انها هتروح وبتاخد تاكسي. واول لما بتوصل قدام البيت بيرن عليها جين وبيقول لها احنا خلاص ارتبطنا وهنتقابل كتير، وبتفرح جدا. وبيكون جيمي قاعد لوحده ومخنوق
وبيجي صاحبه في الشغل وبيقول إن هو في مشكلة علشان البنت اللي مرتبط بيها، وبتكون بنت رئيس الشركة اللي احنا بنتكلم عنها، وإن هي مرتبطة بيه علشان تضحك عليه. وبنسيبهم ونروح ليون اللي بتكلم جين، ومرات جين بتسمعها وبتعرف إن هي في علاقة مع جوزها، فبتكلم جيمي بيقول لها إن هو ويون مش مرتبطين، وبيفهمها إن ده شغلها، وبتقول له أنا هروح لجين وأفهم منه. وبتكون يون في الوقت ده خلصت شوبينج وبتشتري الحاجات اللي هياكلوها وبتروح لبيت جين. وأول لما بتوصل بيستناها جيمي تحت البيت وبيفضل يتكلم معاها في أي كلام علشان مرات جين فوق وبتتخانق معاه علشان اللي بيعمله، فبيطردها وبيقول لها ما تجيش هنا تاني، وبيشيل جيمي يون وبيبعدها علشان ما تشوفش مرات جين. بس يون بتزعق له وبتسيبه وبتمشي، وبتطلع يون وبتشوف المكياج وقع على الأرض وبتسأله هو حد جه هنا، فبيقول لها لا، وبيسألها فين الأكل، فبتقول له هو أنت متقبلني زي ما أنا، فبيقول لها أكيد طبعا. وتاني يوم الصبح بيكون جين في الشغل ويون بترن عليه وبتقول إنها قررت تنهي العقد مع جيمي وهتسيب شغلها وهتركز معاه، وبيفرح بكلامها. وبتروح يون لجيمي وبيقول لها إن موضوع انفصالهم صعب يحصل دلوقتي بس قريب قوي هينتهي، وبيقول لها إنها كانت حبه الأول بس هيبعد عنها علشان تكون هي مبسوطة. وبتشوفهم يومي وبتقول لجيمي يجي يتغدى معاهم وبتعمل له الأكل، فبتتضايق يون وبتقول لهم إنها تدخل تغير هدومها لحد لما يخلصوا أكل. وبتبدأ تتكلم يومي مع جيمي وبتقول له خليك جنب يون وأوعدك هخليك تتجوزها. وبتيجي يون وبتاخد جيمي ويمشوا. وبالليل بيقرر يروح لجين وبيتخانق معاها وبيطلب منها يبعد عن يون وبيسيبه وبيمشي. وبعدها جيمي بياخدها ويوديها عند عيلته وبتقول لهم إنها مش هتتجوز ابنهم وهم أصحاب مش أكتر، وإن هم فهموا غلط، وإن هو عمل كده علشان هم ضغطوا عليه علشان يتجوز مش أكتر. وبتقول لهم إنها اتطلقت 12 مرة بحكم شغلها وإنهم أكيد مش هيقبلوا بواحدة زيها، وبتروح سايباهم وماشية. وبعد ما جين بيخلص بيكون مروح لكن بيشوف شخص بيراقبه وبيجري وراه لحد لما بيقدر إن هو يمسكه وبياخده للشرطة، وبيكون معاه كاميرا والكاميرا فيها صور ليون، فاتصل بيها علشان تيجي للشرطة. وأول لما بتوصل بيوريها كل الصور اللي المجرم صورها ليها، وبتروح تشوف مين الشخص ده، فبتلاقيه عميل كانت متجوزاه قبل كده. وأول لما بتشوفه بتتصدم وبتقول له أنت بتطاردني ليه؟ فبيقول لها أنا مش بطاردك، أنا جوزك، أنت نسيتي ولا إيه؟ وبتقول له إحنا اتطلقنا من 8 سنين ومفيش أي حاجة بينا، وآخر مرة شفتك كان يوم وفاة والدتك وبعدها معرفش حاجة عنك. فالشرطة بتقبض عليه وبتحبسه بجريمة مطاردة ومحاولة قتل كمان. وبعد لما بتخرج جين ويون من اسم الشرطة بتشكر جين وبتمشي. وتاني يوم بتروح أخت المجرم وبتقابل يون وبتقول لها إن أخوها كان بيحبها وده اللي خلاها يعمل كده، وبتفضل تعتذر لها وبتطلب منها إنها تخرج أخوها. وبعد ما بتخلص كلام معاها بتروح يون وبتقابل جين في مكان رومانسي، وفجأة بتشوف يون أخبار عنها وعن علاقتها بجيمي وده بيضايقها. وفي الوقت ده بيعرف جيمي إن مرات جين هي اللي قالت لعيلته وعرفتهم بإنهم مرتبطين وهي اللي نشرت بعض الأخبار كمان. وبيروح صاحب يون لجين وبيقول له إن بالرغم إن هي اتجوزت كتير لكن أنت حبها الأول، وبيطلب منه إن هو مهما حصل يقف جنبها. وبيقول له إن مراته هي السبب اللي ورا إن الأخبار تنتشر عن يون علشان مش عايزاهم يقربوا من بعض. وبعد ما بيمشي صاحب يون بيكلم مراته وبيطلب منها إن هما يتقابلوا، وأول لما يتقابلوا بيوريها الورق اللي يثبت إن هي السبب وبيهددها، وبتقول لهم مستحيل أخلي العلاقة دي تكمل. وبيكلم جين يون فبيلاقيها بتعيط وبيروح لها الكافيه اللي هي قاعدة فيه وبيحضنها وبيقول لها أنا جنبك وما تقلقيش من أي حاجة. ومن جهة تانية بتكون مرات جين طالعة في لقاء صحفي وبتأكد كل الكلام اللي اتقال عن يون وبتقول لازم حب جين ويون يكمل. وتاني يوم بتروح لجين في المكتب بتاعه وبتقول له أعتقد المرة الوحيدة اللي أنا عملت فيها حاجة كويسة في حياتي هي المرة دي، وإنها عملت كده علشان حست إن هما فعلا بيحبوا بعض. ويون عايزة تبعد عن جيمي وبتسيبه وبتمشي. وبالليل بتروح يون لجيمي وبتقول له إن هما لازم ينهوا كل حاجة بينهم عشان ما يحصلش مشاكل أكتر. وبيكون في الوقت ده يومي عرفت إن يون على علاقة مع جين وبتسأل صاحبها وبتعرف منه كل حاجة تخص يون، وده طبعا بعد ما هددته إن هو يقول لها. وأول لما بتروح البيت صاحبها بيقول لها اللي حصل ليون، وبتروح ليون بتقول لها إنها تبعد عن حياتها. وتاني يوم بقى بيروح صاحبها علشان يقابلها، ولما بيروح بتكون بتعدي الطريق وفي عربية هتخبطها بس بينقذها في آخر لحظة وبيتأذي وبيروح المستشفى وبيتجبس إيده. ويون بتكون قلقانة عليه ومهتمية بيه، وهي في المستشفى بيجي لهم مكالمة من جيمي وبيقول لها بكرة هيطلع على التلفزيون وهيعلن انفصالهم، وبيعتذر لها وبيتمنى لها حياة سعيدة وبيقفل معاها. وبعد أسبوع بيخرج جيم من المستشفى وبتاخد يون يعيش معاها علشان يفضل جنبها. ويومي بتاخد بالها إن يون بتحب جين. وفي يوم يون ما بتكونش موجودة فبيروح جون يتكلم مع يومي وبيقول لها هكون صريح معاكي، في شخص قريب منك عرفني إنك أم يون الحقيقية وحكالي كل حاجة بالتفصيل، وده السبب اللي كنت عايزة أقابلك فيه يوم الحادثة. وبيقول لها إن يون بتحبها ودايما قلقانة عليها وخسرت فلوس كتير علشانها، وإن هما لازم يعيشوا مع بعض في سعادة. في الوقت ده كان جيمي طالع في التلفزيون وبيعتذر للناس على اللي حصل في الفترة الأخيرة، وبيقول لهم إن هو ابن مجموعة الشركات الكبيرة وخبى عنهم
السر ده علشان كان حابب يكون مشهور من نفسه مش على حساب عيلته، وبيودعهم كلهم. واخوه بيشوف الفيديو وبيتعصب وبيقول له هو ايه اللي بيعمله ده، وبيروح جين وبيقابل يومي وبيقول لها ان هي لازم تعترف ليون ان هي امها الحقيقيه، وبتقول لها انها لو عرفتها هتكرهها اكتر، وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بالليل بيكون جين عازم يون في المطعم، بس بتلاقي ان يومي هي اللي هناك وبتستغرب وبتقول هي جايه تعمل ايه هنا، وبتقعد معاها وبتعتذر لها على كل حاجه وبتعرفها انها عملت كل ده علشان مصلحتها. ويون بتقول لها خلاص انا مسامحاكي، وبيحتفلوا بانهم خلاص مش متخاصمين. وتاني يوم مرات جون بترن على يون وبتطلب منها تقابلها، واول لما بيقعدوا مع بعض بتقول لها انها بتدعم علاقتهم هي وجين، بس في مشكله وهي ان يومي في مشكله كبيره من زمان مع شركه وان هما ممكن يحبسوها، لكن جين قرر يساعدها وممكن بسبب كده يطرد من شغله علشان ينقذها، وان هو هيبذل كل مجهوده علشان يخرجها منها. ويون بتشكرها وبتروح يون لجين في الشغل وبتحضنه وبتطلب منه ان هو مش هيأذي نفسه تاني، وبعدها بتروح لصاحبها وبتقوله انها متضايقه منه علشان كان عارف وما قالهاش، وبيقول انه كلهم بيحبوها وعملوا كده علشانها وعلشان تكون مبسوطه. وتاني يوم بتصحى يومي الصبح وبتكون سايبه البيت وماشيه وسايبه ليون شيك في كل الفلوس اللي اديتها لها، ويون بتشوفها بالصدفه وبتقول لها رايحه فين، وبتطلب منها انها تتكلم معاها وبتقول لها انا زمان سمعتك وانت بتتكلمي مع رئيس شركه وبتقولي له ان انا ابقى بنته الحقيقيه، وانت ولدتيني وحطيتيني في الملجأ علشان الفضايح، وبعد فتره اخدتيني من الملجأ علشان هو طلب منك كده، ومن وقتها وانا مش قادره اتكلم معاكي واحكي لك اللي سمعته. فيومي بتفضل تعيط وبتعتذر لها وبتقول لها انها تختفي من حياتها علشان هي اذتها كتير، ويوم بتعيط هي كمان وبتقول لها خليكي جنبي انا محتاجاكي. وتاني يوم بيكون جيمي شغال في شركه ابوه، بيكونوا كلهم عاملين اجتماع في الشركه والعيله كلها موجوده، فبتروح يون للاجتماع وبتكون متفقه مع جيمي، وفي وسط الاجتماع بتروح وبتقول لهم انها يون بنت رئيس الشركه وانها جايه هنا علشان تقول لهم حياه ابنهم، وان هو بيطاردها من زمان بقاله 13 سنه وطلب مني ان انا اتجوزه في السر بمقابل مادي، وانا ساعتها مرضتش. فقال ان هو بعد فتره هيطرد ابوه واخوه من الشركه ويكون هو الوحيد ملك الشركه، علشان كده هي خرجت واهانته قدام الكل وبتسمعهم التسجيل اللي هي سجلته له كمان. وقتها الكل بيتصدم كده من كيم اللي هو اخو جيمي، وجيمي بيقوم وبيضرب اخوه. ويوم بتمشي وهي في الطريق بتكلم جين وبتقول لها انها بتحبه وان هو وحشها، وبيطلب منها انها تيجي وهيحضر لها العشاء، وبيعمل الاكل وبيفضل مستنيها كتير بس هي مش بتيجي، وبيرن عليها بس تليفونها مقفول، وبيدخل اوضته ومش بيلاقي اي حاجه ليها، فبيفهم انها بعدت عنه. وتاني يوم بتكون هي نايمه في البيت وبيدخل عليها صاحبها وبيلاقيها زعلانه وبتقول له انها بعدت عن جين علشان ما تؤذيهوش وان هو يستاهل حد احسن منها وهي مش هترجع له تاني. وبتعدي ايام كتير وهي في حاله اكتئاب وما بتخرجش من اوضتها. وفي يوم يومي بتقابل جين وبتقول له على حاله يوم وبتقول له ان هو لازم يكلمها ويرجعوا لبعض. وبالليل يومي بتروح ليون وبتقول لها انت بتحبي جين روحي اتكلمي معاه وما تضيعيش حبك. وتاني يوم بيخلص جين الشغل بتاعه وبيروح وبيلاقي يون مجهزه له الاكل ومستنياه، واول لما بيشوفها بيستغرب وبيقعدوا ياكلوا وبتعتذر له وبتقول له انها كانت خايفه تاذيه او تضايقه بسبب الماضي بتاعها، فعلشان كده بعدت عنه، بس اكتشفت انها مش قادره تبعد عنه اكتر من كده، فرجعت وهو بيعترف لها بحبه. وبيعدي فتره وبنشوفهم وهم بيعملوا تجهيزات الفرح، وجيمي بيكون عايش حياه طبيعيه ومبسوط في حياته، وبعد فتره بيتجوز هو كمان. وبس كده، وبكده يكون مسلسلنا خلص النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد، وطبعا هنستنى تعليقاتكم على الفيديو. اشوفكم في ملخص جديد، مع السلامه.